حبايبي، اهلا وسهلا بيكم في قناتي، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه. النهارده معانا نموذجين اتنين لفستان واحد او لموديل واحد، بس واحد معمول بالتريكو والتاني معمول بالكروشيه، الاصفر بالكروشيه والاخضر الفاتح بالتريكو. الموديل هو نفس الموديل، الفرق الوحيد ان في التريكو في كورنيشة على الكم، هنا مفيش في الكروشيه مفيش كورنيش. الفستان هنعمله مقاس سنة، وهوري لحضراتكم في الشرح ازاي حضرتك تعمليه لأي سن، سواء أصغر من سنة أو أكبر من سنة. الفستان مطعم بياقة بيضة سواء للأصفر أو للأخضر، ووردتين من اللون الأبيض برضو موجودين على جيبة الفستان. الفستان بيتميز بوجود كسر صغيرة في منطقة الوسط، هو بوسط أصلا، والكسر بعيدة خالص عن خطوط الجناب بحيث انها ما تديش تخن للجسم لو اتعملت على الأجناب. فأنا هنا بعد عن الأجناب، بعدت خالص عن الأجناب وعملت الكسر في منطقة منتصف الجيبة. احنا هنعمل الفيديو على جزئين عشان وقت الفيديو والتحميل بيبقى طويل جدا وجودة الفيديو بتقل، فانا هقسمه على جزئين. الفستان كله هعمله النهاردة ان شاء الله تشوفوه في الفيديو، لكن المرد بتاع الظهر، فتحة الظهر والكورنيش بتاع الأكمام والوردات بتاعة الجيبة ده هنعمله في الجزء اللي جاي، لكن جسم الفستان كله هنعمله مع بعض. حابة أشكركم حضراتكم على مساندتكم لقناتي ودعمكم ليها واشتراككم فيها، وكل كلمة حلوة بتقولوها لي على راسي من فوق. وجودكم في قناتي ومشاهدتكم لفيديوهاتي بتشرفني جدا وبتسعدني جدا. ميرسي من كل قلبي لحضراتكم كلكم، فرد فرد في القناة. وإن شاء الله تستفيدوا من الفيديو، تستفيدوا من كل الحاجات اللي أنا بقدمها، ولو ليكم أي اقتراحات ممكن حضراتكم تكتبوها لي، وأنا إلى حد ما هحاول إن أنا ألبي كل طلباتكم. يلا بينا بسرعة، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ويلا بينا نشوف الفيديو. أنا هستخدم خيط أليزا، وهستخدم إبرة 2.25 مليمتر، وممكن الخيط ده استخدم له لغاية إبرة 3 ملي، بس أنا بحب الإبرة تبقى أرفع شوية على أساس إن هي تديني الغرزة تبقى مدموكة شوية، ما تبقاش واسعة، وفي نفس الوقت هي مش الإبرة صغيرة قوي على الخيط، يعني مش هيبقى مشدود. طبعا كل خيط بيبقى له إبرة مناسبة نشتغل بيها. هبتدي الأول أعمل سلسلة، والسلسلة دي تتراوح طولها من 24 ل 25 سنتي على قد دوران الرقبة، لأن أنا هعمل الصدر مفتوح بزراير وعراوي من الخلف. فهبتدي أول حاجة ابتدي غرزة البداية او عقدة البداية. هنا السلسلة مش هبتدي اعد فيها من الاول، انا هشتغل لغاية ما اوصل للطول اللي انا عايزاه اللي هو يساوي دوران الرقبة، وبعد كده هبتدي اظبط العدد على النسبة اللي هعملها ما بين الاكتاف وما بين الخلف والامام. فهبتدي اعد بقى كده، مش هعد في الاول، يعني هبتدي اشتغل، مش هعد دلوقتي. هشتغل بقى كده لغاية ما اوصل للطول اللي انا عايزاه، زي ما قلت يساوي محيط دوران الرقبة. وهسيب لكم في نهاية الفيديو هسيب لكم المقاسات اللي هتنفع لمقاس سنة. احنا بنعمل الفستان لمقاس سنة، فانا هشتغل بقى بالطريقة دي لغاية ما اخلص الطول اللي انا عايزاه. حبايبي، انا عملت سلسلة طولها 24 سنتي، والعدد بتاع الغرز طلع 68 غرزة.
طبعا أنا ظبطت، كانوا 70 شلت غرزتين خليتهم 68، لكن هو مريح قوي 24.5، كمان 24.5 سنتي. فأنا زي ما بقول لحضراتكم هظبط الأرقام أو الأعداد. طب تعالوا شوفوا معايا أنا ظبطت على أساس إيه. أنا دلوقتي عاملة الصدر 68 غرزة، هقسمهم إزاي؟ النسبة بين الكتف، ده كتف وده الخلف مقسوم 2، وده الأمام وده الكتف التاني. أنا قسمتهم على أساس إيه؟ عملت النسبة بين الكتف، واحد من الكتفين للأمام أو الخلف، ما هم الاتنين متساويين بنسبة 3-5، 3 للكتف و5 للأمام أو الخلف. هنا عشان أجيب الأرقام بضرب نسبة الكتف في رقم، يبقى لازم أضرب نسبة الأمام أو الخلف في نفس الرقم عشان أقدر أطلع الكتف كام غرزة والأمام والخلف كام غرزة. فضربت في 4، فضربت الكتف اللي هو نسبته 3، النسبة 3 في 4، ده رقم ثابت أنا ثبته، يبقى ب12 غرزة. عشان كده الكتف الأولاني ب12، وطبعا زيه الكتف التاني ب12. وضربت النسبة بتاعة الأمام أو الخلف اللي هي 5، ضربتها في نفس الرقم اللي هو 4، فطلعت 20 غرزة. يبقى الأمام 20 غرزة والخلف 20 مقسومين على 2، 10 و10. يبقى ده الكتف وده الكتف التاني وده الأمام وده الخلف، ده الكتف. عرفتوا أنا عملت إزاي؟ طب إحنا لو جمعنا الغرز دي هتطلع 64 غرزة، 20 و20 40، 40 و24 64. زودت 4 غرز للأركان أو للزوايا، في كل ركنة أو في كل زاوية عملت واحدة، يبقى العدد الكلي للغرز 68 غرزة. ممكن تصوروا الصفحة دي عندكم بحيث ان انتوا تعرفوا تقسموا ازاي. بالطريقة دي اللي انا شرحتها لحضراتكم تقدري تعملي الموديل للبنوتة كبيرة، لحضرتك، لطفلة لسه مولود، لأي حد. مين اللي هيختلف؟ النسبة دي اللي هي ال4 دي اللي هضرب فيها. هتصغري المقاس، يبقى هتخلي ال4 دي 3 أو 2 أو 1 على حسب الأرقام. هتزودي عن المقاس اللي احنا عاملينه اللي هو سنة، هتضربي في 5 في 6 في 7 في 8. المهم ان النسبتين، نسبة الكتف ونسبة الأمام تضربوها في نفس الرقم. ضربنا في 4 نضرب التاني في 4، في 5 يبقى في 5، وهكذا. وفي الآخر بزود 4 غرز للأركان، وفي نفس الوقت بحافظ على دوران الرقبة اللي أنا عايزاه. يعني أنا هنا بيحكمني دوران الرقبة، وأنا بوفق الحسابات على حسب دوران الرقبة اللي أنا عايزاه. هناخد بس سكرين شوت بالورقة دي، هتفيدكم كتير في كل المقاسات بعد كده. عشان كده أنا دايما بكتب حتى في العنوان إن ده ينفع لأي مقاس، أنا ما بتقيدش بمقاس واحد. هبتدي بقى أشتغل السطر الأولاني، دي آخر غرزة أنا اشتغلتها. ابتدي ارتفع غرزتين سلسلة، 1 2، والاتنين دول مع رقم الأولانية خالص يبقوا 3 غرز، دول العمود الأولاني في السلسلة، يبقى هعد كده 1. الغرزة الرابعة بقى هبتدي أعمل فيها العمود رقم 2، 3 في كل غرزة عمود، ده كده 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10.
طب مين ال10 دول؟ اللي هو نص الخلف. احنا قلنا في 20 للخلف مقسومين ل10 و10، فدول ال10 الأولانيين بتوع الخلف. وبعدين هدخل الغرزة بتاعت الركنة الأولى اللي هي اللي بعدها، وابتدي أعمل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود في نفس المكان اللي هي زاوية الركنة. يبقى أنا عملت نص الخلف ب10، الغرزة رقم 11 اشتغلت فيها 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، ودي بقت أول زاوية اللي بترميلي الزيادات بقى بتاعة صدر الفستان. بعد كده هبتدي الغرزة اللي بعدها واشتغل الكتف الأولاني، ولو فاكرين الكتف ب12 غرزة، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ال12 دي بتاعت الكتف الأولاني. الغرزة اللي بعدها هبتدي أعمل الزاوية التانية، هعمل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود في نفس المكان. يبقى أنا دلوقتي خلصت جزئين، نص اللي هو الخلف وعملت زاوية، وبعدين الكتف الأولاني وعملت زاوية. دلوقتي هروح للأمام، الأمام 20 غرزة، يبقى هدخل في الغرزة اللي بعدها وابتدي بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. عملت ال20 بتوع الأمام. الغرزة اللي بعدها هعمل الزاوية، 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود في نفس المكان. يبقى أنا كده عملت إيه؟ عملت نص الخلف ب10، بعدين زاوية، وبعدين الكتف الأولاني ب12 وعملت زاوية، وبعدين الأمام عملت 20 وعملت زاوية. هيبقى فاضل جزئين، هعمل 12 بتوع الكتف التاني وبعدين أعمل زاوية.
هيتبقى 10 غرز، هشتغل ال10 غرز. يعني الجزء ده هشتغله بقى خلاص، حضراتكم عرفتوا الطريقة. يعني هعيد الجزء ده تاني، في الجزء اللي باقي هعيد الكتف ده وعيد ال10 غرز دول اشتغلهم وارجع لكم. كده خلصت السطر الاولاني وده الشكل هيبقى. هبتدي بقى اشتغل السطر التاني. هبتدي اعمل 3 سلسلة تمثل عمود والف الشغل، وبعدين اروح للغرزة التانية واعمل عمود، اللي بعدها عمود، وهشتغل كده لغاية الزاوية ونشوف هنعمل ايه. انا بعمل فوق كل عمود عمود. والشغل كله هيبقى زي كده. انا كده رحت للعمودين بتوع الزاوية، اشتغلت فوق اول عمود اهو، وهشتغل فوق تاني عمود، وبعدين هدخل في فراغ الزاوية واعمل برضو 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، وبعدين اشتغل في العمودين بتوع الزاوية بتوع السطر اللي فات. دي عمود وده عمود برضو، وهشتغل كده في كل الغرز لغاية ما اخلص واجي لغاية تحت الباط، يعني اوصل لطول حردة الباط. يعني هو ده السطر اللي هكرره على طول لغاية ما اوصل لتقفيلة الباط واجي اقفلها مع حضراتكم. هيبقى الشكل بالطريقة دي. حبايبي كده خلصت الجزء لغاية تحت الباط. حضرتك هتقيسي الجزء بتاع الكتف بالنسبة لعمر سنة، ده 7 سنتي، الجزء ده 7 سنتي. كمان طول حردة الكم هنا 8.5 سنتي. طبعا المقاس ده لسنة، ممكن حضرتك بقى تزودي على حسب، تزودي او تنقصي على حسب العمر. طيب هنا المقاس ده بقى قد ايه؟ المقاس ده مفروض ده الحتة دي من اول الركنة دي لغاية الركنة دي ده نص دوران الصدر، نص دوران الصدر. داير ما يدور كله دوران الصدر، يعني لو ضربت في 2 يديني دوران الصدر كله. طب نفترض انا خلاص وصلت للجزء ده اللي هو 8.5 اللي هو حردة الكم، طول حردة الكم، ووصلت كمان لطول الكتف وكله مظبوط، بس دي ناقصة جزء، يعني دي مش قد دوران الصدر بالظبط اللي هو مفروض كله يبقى 52 سنتي. من 52 ل 54 سنتي. طب هعمل ايه؟ مش هطول زيادة عن كده. كل اللي انا هعمله ان انا هزود في المنطقة اللي تحت الباط عدد من الغرز، سواء هنا وهنا كمان، ده هيديني الاتساع اللي انا عايزاه ويديني دوران صدر مظبوط. يبقى طب لو حضرتك وصلتي للمسافة دي هي نص دوران الوسط خلاص، نص دوران الصدر، مش محتاجة بقى ايه توسعي تاني، خلاص مش هتزودي ولا غرزة تاني. انا بالنسبة لي هزود 4 غرز سلسلة من الناحية دي و4 غرز سلسلة من الناحية التانية. طيب في ملحوظة تانية عايزة اقولها لحضراتكم. شايفين حضراتكم هنا الجزء ده مظبوط وضيق مش واسع، مش عامل فتحات، شكله مش وحش اهو. طيب انا عملت ايه عشان يبقى الجزء ده بالطريقة دي؟ هوريكم بس بسرعة انا بتصرف ازاي في بداية السطر. هنهي بس السطر ده وهنقفل بقى تحت الباط وخلاص. انا هنا بس هنهي السطر معاكم، هقول لكم كمان انا عملت كام سطر. انا دلوقتي هبتدي بقى سطر جديد اقفل فيه تحت الباط واقفل فيه الظهر اللي هي الخلفية. عملت 1 2 3 4 5 6 7 8، عملت 8 اسطر ادوني 8.5 سنتي اللي هو عشان اوصل لحردة الباط.
طيب انا بس هوري لحضراتكم انا ببتدي ازاي كل اول سطر عشان تبقى المسافات مقفولة كده، ما يبقاش فيه فتحات على الحرف، بيبقى شكلها مش حلو. انا هنا ما بعملش سلاسل ولا حاجة، انا دورت الشغل واول غرزة عملت فيها غرزة حشو. في البداية خالص اول غرزة عملت غرزة حشو وعملت 2 سلسلة، يبقى كأني عملت عمود. يبقى انا هنا عملت غرزة حشو وبعديها 2 سلسلة، يبقى انا عملت كده عمود. بعد كده هبتدي اشتغل لغاية ما اوصل للزاوية الاولى، وهوري لحضراتكم هقفل ازاي تحت الباط، وهزود ال4 غرز سلسلة ازاي. هكمل انا عشان ما اعطل. خلصت انا هنا الجزء بتاع الخلف، اشتغلت لغاية اخر غرزة قبل الفراغ. هاجي ادخل في الفراغ واعمل غرزة عمود، وبعدين هبتدي اعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4. ممكن اعمل 4 وممكن اعمل 5 على حسب الجزء اللي انا عايزاه. فانا هنا عملت 4 سلسلة، وبعدين هاجي للزاوية اللي بعدها على طول وادخل فيها واعمل العمود اللي بعده. يبقى انا كده قفلت الكم، والكم هنا ده هيبقى اتساعه بالنسبة للعمر ده اللي انا عملته. بعد كده هشتغل غرزة عمود لغاية ما اجي للجزء ده او الزاوية التالتة، فهشتغل اعمدة عادية خالص فوق كل عمود عمود. فانا هشتغلها وارجع لحضراتكم. فوق كل غرزة برضو غرزة عمود. وصلت كده للزاوية رقم 3 وخلصت برضو الغرز اللي قبل الفراغ. هبتدي ادخل في الفراغ واعمل عمود، وبعدين 1 2 3 4، عملت 4 سلسلة، واروح للزاوية الرابعة والاخيرة وابتدي ادخل فيها واعمل عمود، وابقى كده قفلت الكم التاني الطريقة دي. وهكمل برضو لغاية ما اخلص السطر ونشوف هنشتغل ايه بعد كده، لان لسه هنقفل فتحة الخلف اللي احنا كنا عاملينها. خلص انا وارجع لحضراتكم. كده خلصت تقفيلة الكمين بالطريقة دي، وهبتدي اقفل فتحة الظهر او الخلف. ودي الحتة اللي انا بس زودتها اللي هي دي ودي. ممكن تزودي زي ما قلت لحضرتك اكتر من كده، وممكن تنقصي عن كده، وممكن ما تعمليش زيادة خالص. هاجي بقى هنا هقفل الخلف. انا عملت اخر غرزة هنا، هبتدي ادخل في اول غرزة هنا، ابتدي ادخل فيها واعمل غرزة حشو، وبعدين ارتفع 2 سلسلة عشان ابتدي السطر الجديد. وهرجع الف بقى داير ما يدور بأسطر عشان توصلني للوسط اللي هو الخصر. يعني انا دلوقتي هبتدي اشتغل، انا كده خلصت ده، وده هعمل له مرد بعد كده. لكن انا هشتغل في تحت الباط بقى، هشتغل بغرزة عمود برضو داير ما يدور كل الجزء ده. فهدخل في كل غرزة فوق كل غرزة وهعمل عمود كده. هشتغل لغاية ما اجي تحت الباط ونشوف هنشتغل على السلسلة ازاي. اشتغل انا لغاية ما اجي تحت الباط هنا ونشوف هنكمل ازاي. خلصت الجزء الاولاني ده وجيت هنا تحت الباط. احنا فاكرين عاملين 4 سلسلة، فهدخل في السلسلة الاولانية 1، اللي بعدها 2 3 4. دي ال4 سلسلة اللي انا عملتهم عشان ازود بيهم دوران الصدر تحت الباط. وبعدين ابتدي اشتغل بقى في اول غرزة كده،
واكمل برضو الناحية التانية زيها لغاية ما اجي لطول الوسط المناسب او دوران الوسط. بس في حاجة عايزة اقولها، عادة بيبقى الوسط بيبقى مكسم شوية عن دوران الصدر. يعني في المقاسات المظبوطة الستاندر بيبقى دوران الصدر اكبر من دوران الوسط، الا اذا كان بقى البنوتة بيبقى لها بطن شوية او كرش شوية، بيبقوا الاتنين زي بعض. لكن انا حابة هنا انه الخصر يبقى مكسم. فهعمل ايه؟ هكسمه ازاي؟ اولا انا مزودة على الحرفين هنا تحت الباط 8 غرز، 4 الناحية دي و4 الناحية التانية. هاجي هعمل ايه؟ يعني في 8 غرز زيادة. انا لما اجي لمنطقة الوسط هختصر ال8 دول، بحيث ان انا اعمل كل غرزتين اخليهم غرزة واحدة. وده هوريهولكم وانا بشتغل، بس انا بقولها من قبلها ليه؟ عشان اعمل تقسيمة للوسط. فاهميني حضراتكم؟ فانا هشتغل هو يعني عشان اوصل لمنطقة الخصر عايزة في حدود 3 أو 4 سطور. فهاجي للسطر الثالث وهاجي اعمل الاختصار معاكم، ال8 غرز هشيلهم بحيث ان انا ينزل الوسط مكسم شوية عند منطقة الخصر بالظبط. حبايبي هنا انا عملت 4 اسطر، 1 2 3 4. ودلوقتي بس انا لسه منزلتش للوسط، يعني ممكن اعمل سطرين تاني. بس في حاجة عايزة اقولها لحضراتكم حسب كل مقاس حضرتك بتعمليه. هنا ده دوران الجزء ده دوران الصدر. قد يكون دوران الصدر قد دوران الوسط بالظبط. في الحالة دي هتمشي في خط مستقيم، مش هتنقصي اي غرز ولا تضيقي الخصر عن الصدر، عن دوران الصدر. في حالة ما يكون الوسط او دوران الوسط او الخصر اكبر من دوران الصدر، هتقولي لي ازاي؟ انه البنت يكون عندها بطن بارزة، يعني سمنة شوية في منطقة البطن، فبالتالي هنضطر ان احنا نزود غرز عن دوران الصدر. في حالة ما يبقى دوران الخصر اقل من دوران الوسط هنختصر غرز قد تكون اقل من الغرز اللي زودناها هنا او قدها او اكتر منها. يبقى هنا حضرتك التنقيص او الزيادة او ان حضرتك تسيبيها زي ما هي، ده متوقف على هل دوران الوسط يساوي دوران الصدر، هل دوران الوسط اكبر من دوران الصدر، هل دوران الوسط اقل من دوران الصدر، وهكذا. يبقى دي في ايد حضرتك، ما تتأيديش بحاجة واحدة او بحل واحد من حلول كتيرة قوي. الموديل اللي انا بعمله او المقاس اللي انا بعمله فيه دوران الخصر اقل من دوران الصدر، فانا هنقص الغرز اللي انا نزلتها اللي انا زودتها، او ممكن انقص اقل منها على حسب ما اشوف المقاس معي. هو الوسط هنا اقل في حدود 2 سنتي من دوران السطر. فانا هنا هقفل السطر الرابع ده، هشتغل هنا الغرزة اللي قبل الأخيرة، وبعدين الغرزة الأخيرة هعمل في آخر سلسلة غرزة منزلقة، وبعدين أدخل في نفس المكان وأعمل غرزة حشو وبعدين 2 سلسلة. يبقى عملت العمود الأولاني وبعدين العمود التاني، وأكمل بقى. هاخد هنا غرزة مش هخلصها، والغرزة اللي بعدها هيتبقى 3 غرزة على الإبرة، هختصرهم كلهم مع بعض ويبقى ده أول اختصار. يبقى خدت كده غرزة من ال8. اشتغلت كده 6 أسطر عشان أوصل لمنطقة الوسط، 1 2 3 4 5 6، ووصلت كده لمنطقة الوسط. هبتدي دلوقتي أعمل سطر يبقى فرق ما بين الجزء العلوي والجزء السفلي من الفستان. فهبتدي أشتغل بغرزة الحشو سطر واحد بس. هبتدي أرتفع 1 سلسلة وأدخل
في نفس المكان وأعمل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، أنا بشتغل في الفتلة اللي ورا، الفتلة اللي ورا كده بعمل غرزة حشو ومش هعمل أي زيادة في السطر ده. غرزة حشو بسيطة جدا بس في الفتلة الخلفية للغرزة. بصوا بدخل فين؟ فتلة الغرزة فيها فتلتين، بدخل في الفتلة اللي ورا، وهكمل السطر كله بنفس الشغل ده من غير أي زيادات. وهيبقى الشكل بالطريقة دي كده. هبتدي بقى دلوقتي اشتغل الجزء السفلي من الفستان، وهبتدي اعمل توسيع. توسيع عبارة عن شوية كشكشة من قدام ومن ورا. طب ليه انا حاطة الماركر هنا، حاطة 4 ماركر في الاجناب دي كده؟ عشان انا مش عايزة كشكشة في الاجناب، انا عايزة الكشكشة تبقى في منطقة الوسط بالظبط. كل ما بعدتي عن منطقة الأجناب وعملتي الكشكشة بعيدة عنها، كل ما يبقى فيه انسيابية أحلى كتير قوي قوي في الفستان. لكن لو عملنا الأجناب حطينا فيها كشكشة وعملنا فيها تزايد، هيظهر الجسم حتى النحيف هنظهره مليان. وما بالك بقى حضرتك لو كان الجسم مليان أصلا، يبقى أنا هعمل الجزء اللي تحت ده عامل بالظبط زي الكرومبة، فمش هينفع الكلام ده. فانا هبعد عن المنطقة بتاعة الاجناب وهبتدي ازود الزيادة. هنا عايزة الكشكشة ما تبقاش كشكشة رفيعة، عايزة كشكشة تدي على انها كسرات مش كشكشة. فتعالوا نشوف هنعمل ايه. انا هنا قفلت، هبتدي اول غرزة هدخل في اول غرزة اعمل غرزة حشو وارتفع 2 سلسلة عشان تديني غرزة عمود. والطريقة دي الحقيقة ما بتبينش قوي الحتة بتاعت القفلة بتاعت السطر. هنا ده اول غرزة عملت فيها، خدوا بالكم ان المنطقة دي ومنطقة الوسط في النص بالظبط. فهنا هبتدي اعمل غرزة تاني في نفس المكان، ده العمود التاني، ده العمود رقم 3 في نفس المكان. وبعدين العمود رقم 4، يبقى أنا في الغرزة الواحدة عملت 4 غرز. وبعدين هبتدي أبعد شوية عن الكسرة دي أو عن الكشكشة دي، مش هلزقهم في بعض. فهيبقى هنا 1 2 3 4 5. عملت 5 غرز. وبعدين في الغرزة رقم 6 هعمل التزايد، هعمل 1 2 3 4 يبقى عملت 4 غرز في غرزة واحدة. هبتدي اشتغل في اللي بعدها من غير تزايد، 1 2 3 4 5. وفي الغرزة السادسة هعمل 4 غرز، 1 2 3 في نفس المكان 4. وهكمل كده ما عدا الجزء ده اللي هو الجزء اللي تحت الباط والجنب، مش هزود فيه خالص، همشي فيه كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس، والتزايد هعمله في منطقة النص بالظبط. يعني من هنا لهنا هعمل التزايد، فهروح وهاجي اعمل التزايد بنفس الكيفية ما عدا في الاجناب انا مش هزود. خلصت كده السطر بتاع التزايد.
شايفين بقى هنا الكشكشة باينة ازاي؟ بصوا باينة ازاي. انا كده مش هزود تاني، هشيل الماركر. انا كنت بعمل علامات بس في الاجناب عشان ما اقرب لهاش واعملش زيادة فيها. هبتدي بقى دلوقتي، مش هعمل تزايد تاني، وهشتغل فوق كل غرزة عمود غرزة. فانا هنا قفلت السطر، وفي نفس المكان هدخل اعمل غرزة حشو، هدخل بقى في نفس المكان وهعمل غرزة حشو، وهرتفع 2 سلسلة، يبقى عملت العمود الاولاني، فوق العمود التاني عمود، فوق العمود اللي بعده عمود، وهكذا كل عمود هعمل فوقيه عمود، مش هعمل اي تزايد. وكل ما هزود الطول بتاع الجزء السفلي او الجيبة بتاعة الفستان، كل ما الكسرات دي هتبان اكتر. انا هشتغل بقى واكمل الفستان الجزء اللي تحت كله، وبعدين نشوفه مع بعض بعد ما عملت التزايد. طبعا الطول ده في ايدك زي ما حضرتك تحبي تطولي، لكن انا هكتب لكم المقاسات بتاعة عمر سنة، وحضرتك تقدري تعمليها لأي عمر بعد كده. هكمل انا بقى حبايبي، وكده خلصت الجزء السفلي بتاع الفستان. عملت كام سطر؟ عملت 17 سطر، دول كلهم 17 سطر. ودي شكل الكسر اللي انا قلت لحضراتكم عليها. انا جيت على بس عشان خاطر اخلي الكسر كده باينه ما تتفردش، كنت باخد عملت بالإبرة بتاعت الخياطة غرزة بس في كل كسرة، بحيث انها تبقى ثابتة، سواء يتلبس الفستان او الفستان كده، يعني يبقى الجزء ده باين قوي ان هو كسرات. فعملت كده في الخلف وفي الامام كده. يبقى بس الفيديو بتاعنا هيبقى له جزء تاني. الجزء التاني ان احنا نعمل مرد للفتحة اللي ورا وزراير وعراوي، وكمان نعمل الياء البيضة بتاعة صدر بتاعة الجزء بتاع الرقبة، وكمان نعمل كورنيشة على الكم. وزي ما وريت لحضرتك في البداية خالص في أول الفيديو إن الموديل معمول بطريقتين، في جزء أو في نموذج من غير كورنيشة للكم، وفي نموذج بكورنيشة. أنا بالطريقة دي كده يبقى خلص مفيش كورنيشة، والجزء الجاي هعمل مع حضراتكم الكورنيش عشان يبقى خدنا النموذجين، وكمان هنعمل الياقة ونعمل الوردات اللي على الجيبة بتاعة الفستان. بس لحد كده هيبقى خلص الفيديو بتاعنا النهاردة الجزء ده، عشان ما طولش عليكم الفيديو. بصراحة الفيديو لما بيطول بياخد وقت طويل قوي في التحميل، وبخاف على جودة الفيديو. في نهاية الفيديو حابة أشكركم كلكم على دعمكم لقناتي، على كومنتاتكم الحلوة اللي بتسعدني. وجودكم في قناتي شرف ليا وبيسعدني جدا جدا، وكل كلمة حلوة بتقولوها لي وكل وقت بتاخدوه من وقتكم عشان تتفرجوا على فيديوهاتي ده بيسعدني جدا وبيشرفني. وحابة أشكركم كلكم على وقتكم اللي بتقضوه معايا. بحبكم كلكم. Thank you. باي باي.